تعالي اقولك ازاي تبقي بتنوري لما تعملي الحمام المغربي صح. اول حاجه هتجيبي طبق وتحطي فيه ميه مغليه جدا، وبعدين تحطي فيه اللي هو الليفه المغربيه. انا بصراحه بستخدم الليفه دي من باليا، وبصراحه مريحاني جدا. بحس ان الليفه التانية بتبقى تقيله على الجسم. وهتنزلي عليها بحوالي كوبايتين او معلقتين كبار من الخل. انا عشان عارفه المقدار فحطيت كده يعني من غير المعلقه. انتي لو مش عارفه المقدار بالظبط فتقدري ان انتي تحددي بالمعلقه نفسها. هسيبها شويه وبعدين اركنها على جنب، وابدا اجيب بقى الحمام المغربي نفسه اللي هو موركان اويل. عايزه اقول لكم ان ده افضل حمام مغربي انا استخدمته. وعلى فكره ده مش اعلان، ده كل الناس بتستخدمه يعني، فمش م- انتوا عارفين المعلومه دي يعني. فاللي مش عارفه لا لازم يعرفه. الموركان اويل ده من افضل الحاجات اللي انا استخدمتها بصراحه، بحبها جدا جدا. لو اخده بالك حطيت او اخدت حته وبدات ان انا افردها على جسمي بشكل دائري كانك بالظبط بتغسلي جسمك. الحكايه بس ان انت هتسيبي حوالي الحمام المغربي ده على جسمك لمده 10 دقايق. عايزه اقول لكم النتيجه قبل وبعد حاجه كده خرافيه. فكملي معايا الفيديو عشان تعرفي النتيجه هتبقى عامله ازاي. بجد يا بنات صادمه. انا عايزه اقول لكم بس حاجه، ان انا بعمل الحمام المغربي كل اسبوعين مره. يعني النهارده الوقت بتاع الحمام المغربي بتاعي، وكمان عندي مناسبة مهمة، فبصراحة حبيت ان انا اكون كده شكلي حلو وجسمي ريحته حلوة. فقلت ان انا لازم اعمل الحمام المغربي قدامكم افيدكم، وكمان استمتع وانا بتصور، وكمان استمتع وانا بتصور معاكم. زي ما انتم شايفين اهو، حطيت او فردت الحمام المغربي بالكامل على جسمي. هسيبه 10 دقايق وبعد كده هبدأ ان انا اغسله. عايزه اقول لكم ان انا بحب اغسل الحمام المغربي بالميه الساقعه، مش بالميه السخنه، لان انا لسه هفرد جسمي فبالتالي هيكون شويه حساس او مهري. فبصراحه مش بحب استخدم الميه السخنه في النقطه دي. فجربي مره تغسليها بالميه الساقعه وهتحسي ان في فرق. وكمان هتهدي جسمك شويه لان احنا لسه هنفرك. وكمان هتحط حوالي ماسك او اتنين. فبصراحه انا ما بحبش ان انا انزل سلخه على جسمي، وخصوصا لو انت جسمك حساس. اعملي الموضوع ده وبصراحة هتحسي بفرق. هنا لو اخدتي بالك انا غسلت جسمي كويس جدا 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 من الحمام المغربي. لو اخدين بالكم هنا في شوية على ايدي سمار، للأسف من الشمس والنزول والشغل، فمهما عملته للأسف بيفضل أسمر لأن أنا بعمله مثلا وبنزل الصبح. فبالتالي مش عارفة أهرب من الشمس ازاي، فبدأت ان انا ألبس جلافز في ايدي يعني. وكمان الشتاء احنا خلاص دخلنا فيه، فالموضوع شوية الحمد لله بدأ يخف عندي. ده كان أسوأ من كده، فهو الحمام المغربي كمان اللي خفف الموضوع عندي. هنا لو واخدين بالكم بدأت ان انا انشفه بالفوطة. عايزاه ما يكونش كده حتى مندي، لا عايزاه يكون ناشف جدا، عشان هبدأ اجيب الليفة المغربية بتاعتي اللي حطاها في الخل والمية السخنة. عشان كده قلت لكم بحب اغسل ايدي بالمية الساقعة او جسمي بالمية الساقعة، عشان ابدأ ان انا اهديه شوية استعدادا للي هيحصل له دلوقتي يا عيني. لبستها هنا كويس اهو، وهبدا ان انا افرك ايدي او افرك جسمي من المنطقه اللي انتي بتعمليها. طبعا انا لو ما كنتش عامله الحمام المغربي من فتره قريبه كان شفته جلد ميت غير طبيعي يا بنات. بجد بيبقى المنظر شنيع. حتى لو انت نظيفه جدا وبتغسلي جسمك، التركات اللي انا عملتها دي بتخلي الجلد ميت نازل كانك انت ما استحملتيش من ساعه ما اتولدتي. لكن انا عشان عامله الحمام المغربي قريب، فطبعا مفيش اي جلد ميت، لان الجلد الميت بيقعد مده طويله عقبال ما بيعيد بناء الجلد الميت تاني يعني. او جسمك بيشيل جلد ميت، فالموضوع مثلا بيبقى بيقعد اكتر من شهر عشان يحصل تاني. تمام. طبعا انتوا واخدين بالكم انا جسمي حساس جدا يعني، حتى الليفة بسيطة جدا ومش تقيلة على الجسم، عشان كده أنا بحبها. وبرضه حمرت جسمي جدا جدا لأنه حساس. هنا بقى أنا جبت الطمي. الطمي ده يا بنات حاجة كده جميلة قوي قوي. انتي ممكن تستخدمي أي نوع طمي عندك. أنا هنا استخدمت طمي بوبانة، وبحب استخدم اللي هو أزتك سيكريت، ده جميل قوي هندي، لكن بصراحة غالي. وكمان مع غلو الدولار، فبدل مثلا ما كان ب500 دلوقتي داخل على 700. فبصراحة الأسعار بقت شنيعة جدا. فأنا استخدمت اللي هو طامي بوبانا، حلو ومفعوله كويس في نفس الوقت، وفي نفس الوقت النتيجة بتاعته جميلة قوي وحلوة قوي. ده وقت التوفير بصراحة يعني. حاولت ان انا افرد الطامي على كامل الحتة اللي انا بحاول ان انا افتحها. تمام. في بقى
حاجة عايزة أقولها لكم، أولا تقفلوا طبعا العلبة لأن الطمي من النوع اللي بينشف. هنا بقى يا بنات أنا بليت إيدي اليمين اللي بفرك بيها دي، وبدأت إن أنا أطلع الطمي، يعني ما غسلتش الطمي، لا بتبلي إيدك. وممكن كمان تعمليه على الناشف، بس بصراحة موضوع على الناشف ده قاسي جدا، فأنا ببلي إيدي وببدأ إن أنا أفرك، يعني منها تقشير بسيط ومنها إن أنا مش بغسله على طول. وقبل ما الطمي ينشف على ايدك تبداي تعملي الحركه دي، يعني ما تستنيهوش لما يبقى صلب قوي على ايدك ومحتاج ميه كتير، لا اول ما يبدا مندي كده تبداي تعملي اللي انا بعمله ده. عايزه اقول لكم ريحه ايدي حلوه قوي يا بنات، قوي قوي. وكمان ما شاء الله ده كده في حمار في ايدي، فلما كل ده وايدي تهدى والكلام ده كله يهدى هتلاقوا تفتيح ما شاء الله حلو قوي قوي يعني. انا بغسل هنا طبعا كويس، مهم قوي الغسل، لان الحاجات دي كلها لو فضلت على الجسم بتلهب الجسم. هنا بقى انا كنت عامله ماسك الرز ده، ماسك تحفه وعشق، بعمله لو واخدين بالكم عاملاه في علبه واحطاه في الحمام جنبي وبستخدمه على الجسم. بنات بيفتح المناطق الحساسه بشكل مش طبيعي، ومنطقه يعني بالذات منطقه اللي هي الاندر ارم والبيكيني، فظيع يا بنات فظيع. لو انتوا عايزين الماسك ده قولوا لي، وهسيب لكم الكومنت اللينك بتاع الوصفه يعني في اول كومنت. تمام، اكتبوا لي يعني لو انتم محتاجينه. حاجه تحفه يا بنات، تفتيح رائع وترطيب وحاجه كده جميله قوي 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 يعني. بسيبه 10 دقايق على ايدي لحد ما ينشف وبعدين بغسله. شفتوا بقى، غسلته، لبست الخاتم بتاعي. في هنا تركة عايزه اقول لكم عليها، تحفه تحفه تحفه، اللي هي تركه اللونه، اللونه او مرطب الشفايف او محمر الشفايف. وبقعد اعمل كده اهو، بيدي لايدي ناتشرال قوي، بتبقى طبيعيه جدا، وكمان بيديلها ان هو بتبقى حمرا كده كأن جسمي احمر، وبتفتح كده وبتدي لون تحفه قوي قوي يا بنات. طبعا الايد التانية لسه ضايعه، فهظبطها واحط مونيكير بقى واحط. بصي ظبطي بقى نفسك خاتم بتاعك وتحطي الاكسسوارز بتاعتك، بصوا شكل ايدك بتبقى ناتشرال قوي طبيعيه وكمان سيمبل. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو الفيديو ده عجبك، وطبعا ما تنسيش انك دايما تشيكي على اول كومنت عشان بسيب لكم فيه افضل وصفة عملتها في الفترة الاخيرة. بحبكم جدا ومع السلامة.